أصدقائي، حياة القصر الملكي مش حاجة جميلة زي ما الكل متصور. دي حياة مليئة بالخوف والشك في كل اللي حواليك مهما كان مدى قربك ليهم وقربهم ليك. بالظبط زي حكاية عباس الأول اللي كانت علاقته بعيلته شك وحيرة من أمرهم ومشاكل ملهاش حدود، ومن كتر المشاكل دي كان بيخاف ينام في مكان هم فيه أو مكان معلوم ليهم. مش بس كده، ده بنى قصر بعيد عن العمران وتسمى العباسية. ما تستغربش لما تعرف إن العباسية كانت منطقة نائية وما كانش معروفة في الوقت ده، وكانت موجودة في الصحراء بعيد عن العمران. وتعالوا نبدأ الحكاية، حكاية عباس الأول. اتولد عباس سنة 1813 في الإسكندرية، وهو ابن طوسن ابن محمد علي. وكان طوسن قاد حملة للحجاز سنة 1811 عشان يحارب الوهابيين، وكان عمره وقتها قصير لأنه توفى سنة 1816. كان عمره وقتها 22 سنة في الوقت اللي كان ابنه عباس عمره سنتين. ده خلى جده محمد علي يأهله إن يمسك مناصب كبيرة وهو في سن صغير على سبيل التأهيل لمنصب أكبر، فاشترك مع عمه إبراهيم باشا في حرب الشام وقاد فيالق الحربية كمان، وكان سنه وقتها ما يتعداش 19 سنة. وبعد ما رجع من الحرب حاول محمد علي إنه يكسبه مناصب كبيرة ويديله مناصب هامة زي مدير إقليم الغربية، وتعين كمان مفتش على الأقاليم البحرية اللي هي الدلتا. بعدها اتعين مفتش على عموم الدواوين. ياه، كل دي مناصب! المهم انه عينه برضو مدير للدواوين مع استمراره مفتش للدواوين، وتعين بعدها قائم مقام خديوي. في 24 نوفمبر سنة 1848 اتولى حكم مصر، والمهام اللي تولاها عباس الأول كفيلة إنها ممكن تخليه حاكم من الطراز الأول. لكن المفاجأة كانت العكس. أول ما تولى الحكم قفل المصانع وأنهى نظام الاحتكار اللي طبقه محمد علي حتى في الزراعة والتجارة. أما المدارس ساءت حالتها في عهده ولغى معظمها، مدارس عالية وثانوية وابتدائية. مش بس كده، ده بعث طائفة من كبار علماء مصر زي رفاعة رافع الطهطاوي ومحمد بيومي ودقلة أفندي. واللي ما يعرفش محمد بيومي، ده كان كبير الأساتذة بمدرسة المهندس خانة في عصر محمد علي وكبير المهندسين في عهده، وكان من النوابغ المصرية اللي قامت على إيده نهضة حقيقية. ودقلة ده كان من أنبغ المهندسين اللي اعتمد عليهم في هندسة الري والقناطر والجسور. بعتهم للسودان بحجة إنشاء مدرسة ابتدائية في الخرطوم، وكان نيته خبيثة إن يبعد العلماء دول عن مصر بأي طريقة، لحد ما مات محمد بيومي هناك. وفي يوم عرض عليه القنصل البريطاني إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة واسكندرية، وافق وبدأ فعلا في عمل المشروع. لكن في نفس الوقت عطل ترسانة السفن اللي عملها محمد علي في بولاق والاسكندرية. محمد علي كان عامل مشروع كبير جدا في ترسانة السفن، وللأسف عباس هده بكل بساطة. ولأن ليه كمان قصر في بنها، أمر بعمل طريق بين بنها والقاهرة، واكتفى ببناء قصور كتير جدا وهو ده اللي فالح فيه. واكتفى طبعا بعمل سرايا العباسية وقصر بنها وسرايا الحلمية وسرايا العتبة الخضراء. نيجي بقى في علاقته مع أسرته، أسرة محمد علي. علاقته كانت بيهم مش قد كده. فترة ولايته كان كلها خلافات حادة بين الأسرة الحاكمة. حاول يغير نظام وراثة العرش لأكبر أبنائه وهو مش أكبر أبناء محمد علي، وعلشان كده
هيخلي الحكم لابنه إبراهيم إلهامي باشا بدلا من عمه سعيد باشا، وده خلاه ناقم على سعيد لحد ما اضطر إن يلزم الإسكندرية ويقعد في سرايا القباري. الموضوع مش مقتصر على سعيد باشا بس، لكن أساء الظن بكل أفراد أسرته ورجال محمد علي وإبراهيم باشا اللي كان عمه. تخيل إن هم كانوا بيتأمروا عليه وأساء معاملتهم لدرجة إنه خافوا على حياتهم. بعضهم راح للأستانة والبعض التاني راح لأوروبا خوفا من بطشه. كمان حاول يقتل عمته الأميرة نازلي هانم لحد ما اضطرت إنها تهاجر للأستانة خوف من بطشه. في يوم 13 يوليو سنة 1854 صحيوا الصبح لقوا عباس الأول متوفي. في روايتين عن مقتله، أولها رواية إسماعيل باشا سرهنج والتانية مدام أولمب. قال إسماعيل باشا سرهنج إن عباس كان ليه حاشية من المماليك وبيقربهم ليه وبيتخذ منهم خدمة، واداهم كمان رتب عسكرية عالية من غير أي كفاءة تذكر منهم. حاز أكثرهم برتبة قائم مقام، وكان ليهم من خاصة غلمانه واحد اسمه خليل درويش باك، وتعرف باسم حسين باك الصغير. الشخص ده أساء معاملة المماليك اللي كانوا قايمين على خدمته ويتريقوا عليه بالغمز واللمس، ولأنه كان صغير في السن اتضايق منهم واشتكاهم لعباس باشا، فأمر بجلدهم وجردهم من ثيابهم العسكرية ولبسهم الخيش وبعتهم لاسطبلات خدمة الخيل. فطلبوا من مصطفى باشا أمين الخزانة إنه يتدخل ويصلح الأمر، فحاول إنه ياخد العفو من عباس، لكن عباس رفض. ومش بس كده، ده حاول كمان لما رحلوا في قصره في بنها ومعاه أحمد باشا يكن ومعاه إبراهيم باشا الألفي محافظ القاهرة، ورجاهم إن هم يتدخلوا كمان في الموضوع بتاع العفو عنهم، واستجاب ليهم عباس الأول وعفى عنهم وردهم لمناصبهم. وراحوا بالفعل القصر اتبنى عشان يشكروه إن عفى عنهم، لكن من السيوش اللي حصل لهم وبدأ يخططوا لقتله بعد اللي عملوا فيهم، ومنهم عمر وصفي وشاكر حسين. في ليلة 18 من شوال سنة 1270 هجريا 14 يوليو سنة 1854 كانوا بيتولوا حراسته بالليل، ودخلوا عليه في أوضته وهو حس بيهم، لكن تكاثروا عليه وقتلوه وهربوا. ولما اتأخر عباس باشا عن موعد نزوله دخل عليه أحمد باشا يكن وإبراهيم باشا الألفي، لقوه مقتول، واتفقوا على إخفاء الخبر ونقلوه للقاهرة، ووصلوا لقصره بالحلمية، وهناك ذاع خبر وفاته. أما عن رواية مدام أولمب فكانت غريبة. هي قالت إن عمته نازلي هانم اتأمرت عليه واختارت مملوكين فيهم 2 مزة، يعني بيمتازوا بالقوة والجمال، وعرضوا نفسهم في سوق الرقيق، واللي اشتراهم وكيل عباس الأول ودخلهم في سرايا بنها، وأعجب بيهم عباس، وأشيع إنه كان ليه علاقة غير سوية مع الرجال، وعشان كده قربهم إليه وعهد إليه بحراسته بالليل. في أول ليلة محدش جرؤ على قتله، ومرت أيام ودخلوا عليه وانقضوا عليه وضربوه من غير ما يقدر إنه يعلي صوته أو حد يسمعه. ونزلوا الاسطبلات وطلبوا من السايس إن يجهز ليهم جوادين، عشان الوالي عباس الأول طلب منهم إنه يجيبوا حاجات من القاهرة، وهربوا. إلا إن إلهامي باشا كان بيتعقب واحد من القتلة، واحد قدر يقتله والتاني هرب ما قدرش يعثر عليه. فكرة التآمر على عباس بعد وفاة محمد علي واردة جدا،
لما طالب أبنائه سعيد باشا وعبد الحليم باشا وزينب هانم ونزلي هانم بميراثهم من والدهم الراحل واللي كانت ثروة لا طائل لها، لكن عباس باشا رفض إن يديهم إلا نص الميراث. ولما رفضوا الكلام ده حط إيده على كل الأطيان وحرمهم من ميراثهم، فاحتكموا للسلطان عبد الحميد في الأستانة، لكن رد السلطان كان صادم إنه وقف لصف عباس. يمكن الله أعلم هو ده سبب وفاته واغتياله. إلى الآن محدش عارف مين قتله. في النهاية عباس كان ضحية برضه لصراعات عائلية قوية داخل القصر الملكي، ويمكن مرضه النفسي وإحساسه بفوبيا الوسواس القهري خلاه لا يأمن لأحد. يمكن من كتر اللي شافه طول حياته وبعينه إزاي المؤامرات تدار داخل القصر. المهم انتهت حكاية عباس الأول، ونبدأ حكاية جديدة للمرة التانية. ويلا بقى شجعوني بلايك وشير، وإلى اللقاء.